ومن السويداء وفي عام 2014 قلتها صريحة مدوية، وجزء كبير من رفاقنا كان حاضر أتوقع. قلت: من يراهن على سقوط سوريا فهو واهم، من يراهن على سقوط هذا البلد لا يقرأ التاريخ، من يراهن على سقوط أو تقسيم هذا البلد فهو فعلا قاصر التفكير أو على عيونه غشاوة. لأنكم قلت هؤلاء المراهنين لا تعون حقيقة الشعب السوري وماهية الشعب السوري وما هو الشعب السوري. هذا الشعب الذي لم تستطع قوة في الدنيا إركاعه. لذلك أكيد في هذه الحرب الكونية لولا هذا الشعب الذي أرى الآن صفوة منه أمامي، ولولا هذا الجيش وتضحيات هذا الجيش، ولولا القائد الذي كان يقود المعركة بكل إيمان مطلق، وكان في كثير من الأحيان هو الذي في مقدمة صفوف هذا الشعب يماحك ويصارع، لكن دون أن يفرط بثابتة واحدة من ثوابت هذا الوطن. من هذا القائد إليكم يا أبناء جبل العرب الأشم التحية الخالصة إليكم جميعا. رفاق، أولا من ناحية تثبيت العضوية وعودة الارتباط، هذا الموضوع أغلق إلى غير رجعة. نحن لا نريد أن نثبت إلا في الحالات الخاصة. عسكري كان عم يخدم جيش في وضع معين، سفر خارج القطر لأسباب تقدر قيادة الفرقة وترفع إلى قيادة الشعبة، وقيادة الشعبة ترفع على قيادة الفرع، ومن ثم إلى القيادة. عندئذ تدرس هذه الحالة ونراها. هلا شو رفاق، يعني حكيتها أنا من شوي وبرجع بحكيها. قيل سابقا: المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين. لدغنا 10 مرات و15 مرة ولسه ما عم نصحى أكيد. فهذا الموضوع رجاء، يعني آلية التنسيب التي كانت معمول بها وتعرفوها كلياتكم، والأرقام الوهمية التي كانت كغثاء البحر واللي ما استفدنا منها شيء، وهلا لمصالح ضيقة. وأنا أؤكد، وأنا تحت الشعار وأتمنى حديثنا يكون لمصالح ضيقة شخصية تربط البعض بالأشخاص يريدون أن يعيدوا ارتباطهم. ماشيين فيها للأخير، لكن دورنا الأساسي وطلبنا من رفاقنا فيه فعلا في الإعداد أنه عناوين مهمة وأساسية على ثقافة الانتخابات، على تطوير هذه الثقافة، على معالجتها. لكن الديمقراطية في الحزب لا عودة عنها، لكن علينا أن نعمل على تطويرها بشكل مباشر، وعلينا أن نعمل ما نستطيع من أجل أنه تخفيف هذه الخروقات اللي صارت نتيجة أيضا بعض أمراضنا المجتمعية ونتيجة الشخصنة. الحزب اختار ابن فلان يكون رئيس بلدية. العمى شلون نحن عائلتنا أكبر من عائلتهم بشوي، شلون بده يجي رئيس البلدية وعائلتنا نحن الأكبر؟